مساء الخير عليكم. عم زينهم بيحييكم في زينهم في الترند. ليلة 11 الأهلي بابا الشغلانة، زعيم أفريقيا يا عم انت وهو. الأهلي ما بيخافش، والواد معلول هيقدم الحلول وهيعمل أجمل مفعول وهيرفع العرضية اللي هتجيب الجول، وبيرسي تاو هيدلع الوداد، والشحات هيكون في الميعاد. وانت يا عم كولر أنا عايزك تصحصح معانا كده وتفوق، بلاش ديانج والعب بالسولية، وحاول تلعب كتير على الكرات العرضية عشان ساعتها هتكون النتيجة 100%. وده اللي حصل في ماتش الذهاب، الهدفين اللي جم بالكرات اللي زي دي. اما عبد المنعم وياسر فعايزكم كده تصحصحوا وتخلوا بالكم من الواد الاسود بتاعهم لانه جامد في الكرات العرضيه. وطبعا الشناوي وحش افريقيا عايزك تصحصح كده، وباذن الله هتشيل الكاس هناك. وانا عن نفسي بتوقع ان المباراه دي هتكون ملحمه للتاريخ، وهتبقى اغلى واهم من القاضيه ممكن، لان الاهلي هيكسب 4-2 في المجمل، يعني 2-1 في المغرب. والتشكيل اللي من وجهه نظري ان الاهلي لازم يلعب بيه هو الشناوي، معلول، ياسر، عبد المنعم، هاني، السوليه، مروان عطيه، حمدي فتحي، والشحات وتاو وكهربا. اما بقى نقطه قوه الاهلي في الماتش ده هتكون الشحات وتاو وكهربا. اما الخوف من محمد هاني وعلي معلول من المواقف الدفاعيه. اما الوداد فالقوه الاساسيه هتكون في الجمهور، وده لان جمهور الوداد هيعمل ضغط كبير على النادي الاهلي. اما نقاط الضعف عند الوداد زي ما شفنا قبل كده، وهما الاتنين المساكين زولا وعطيه، على الله حكايته. وانا كعم زينهم اتوقع ان الاهلي هيفوز 2-1، ومحمد عبد المنعم هيجيب جون من ضربه راس من الركنيه. انا عايز كله ينزل دلوقتي يكتب في الكومنتات 11 يا اهلي. اقول لكم على حاجه كمان، سديتوا نفسي. طب والله العظيم تاني ما انا مكمل الفيديو. سلام.